هاي جميعا، مرحبا بكم مرة أخرى. قصة جديدة، واقع جديد، معاناة جديدة وعبرة جديدة. القصة ديال اليوم على واحد البنت. الميزات أكيد ديال هاد البنت أنها كانت زوينة وكتحمق، ويمكن هاد الزين ديالها هو سببها في دابا. فكيف ما قلت بأنها كانت زوينة وكانت عاطية العين، كاين اي واحد كيشوفها كيتعجب بها، ولكن هي ما بغاتش اي واحد. كانت ديما كتبغي شي واحد اللي يكون لاباس عليه وعنده الفلوس والطوموبيلات. كانت كتحلم تزوج بشي واحد اللي يحقق ليها احلامها، الاحلام اللي ما قدرتش انها تحققهم في الظرفيه ديال الفقر اللي كانت كتعيشوا مع عائلتها. وحالتهم الماديه كانت ضعيفه بزاف، بقات لين مع الزمان باش تقرا هي وخوتها، ولكن هي احلامها كانت كبار من ديك الوضعيه. كان في عمرها 18 سنه، كان عندها اول سنه في لافاك. كانت كتشوف الناس كيفاش عايشين، وكانت كتمنى ولو انها تعيش غير شويه من داكشي اللي كانت كتشوفه. وشفت بان الحل ديالها باش انها تخرج من هذه الوضعيه هو راجل اللي يكونوا فيه الصفات الاحلام اللي ما قدرتش انها يحققهم ليها هي. فواحد النهار كانت خارجه من لافاك كيف العاده، ها واحد الشخص بالطوموبيل من اللمحه اللي لمحاتها باينه بان اخر موديل. حتى من الشخص اللي كان راكب فيها باين عليه بانه شخص لاباس عليه، فوجو كان زوين بزاف ايضا. فهو بدا كيحاول انه يهضر معها، هي تجاهلات وكانت خايفه، مشات كتجرب خلاته. مروا ايام ونفس الطوموبيل بنفس الشخص. هنا وقفات قالت لي شكون انت؟ اللي كنشوفك ديما ملي كتكوني خارجه، وصراحه عجبتيني وبغيت نتعرف عليك، بغيت التليفون ديالك. البنت عجبها وطاحت فيه، عطاتو الرقم ديالها بدون اي تردد. مشات فرحانه ومتيقاش ان داك الشخص باش كتحلم دوك المواصفات اللي كانت واضعه قدامها لقاتهم. بداو كيخرجوا مع بعضياتهم لمده ديال شهر. البنت تماوليها العينين، عيشها شويه من حياه البطخ اللي كان كيعيشها، ولات كتبغيه. قالت هذا هو فارس احلامي، هذا هو الشخص باش كنت كنحلم. طيحها في الفخ بالخرجات والكادوات الغاليين والفلوس، وقال لها بانه كان عايش برا وهو خدام تما. قال له وحنا غادي نعيشوا بالمغرب والخارج ملي غادي نتزوجوا. فرحات ملي سمعت من عنده ديك الكلمه، وهنا شرطت عليه انها الا بغى يتزوج بها خاصها تكمل قرايتها. وقال لها غندير لك داكشي اللي بغيتي، المهم هو تقبلي تزوجي بيا. قلت لي هنا انها موافقه. كيفاش ما غاديش تكون موافقه وهي كاع داكشي اللي كانت كتحلم وكتمنى لقاتو في داك الشخص؟ فعلا هو بين لها بانه ناوي المعقول معها، وقال بانه باغي يتزوج بها بالزربه قبل ما يضطر انه يسافر، وعنده غير 3 ديال الاسابيع. هنا هي هضرت مع دارهم، فرحوا ليها ووجدوا كل شيء وكيتسناو العريس يجي. النهار اللي كان غادي يجي فيه كان الغريب انه جاب بوحدو. اكيد ان الاب ديالها غيتسائل علاش انه جاب بوحدو في يوم كبير بحال هذا. هو قال لهم بانه ما عندوش عائله وانه يتيم، ولكن عنده واحد خالته. هنا بات العروسه قال لها بان ضروري المره الجايه خاص تحضر معهم. هنا ما كان امامه غير انه يوافق، وقال لهم ان شاء الله غادي تحضر. داز كل شيء مزيان في هذيك الليله، كاع الناس كانوا فرحانين الا البنت كانت باغا تطير بالفرحه. فعلا دازوا الايام، وصل الوقت ديال العرس. هنا الزوج قبل كاع الشروط ديال الاب البنت، وهو شرط عليهم شيء واحد، هو انه ما غاديش يدير العرس وغيضربوا مباشره الكحل في البيض ويدي مراته يسافروا شي ايامات يدوزوا شهر العسل. انا اكيد حتى هما وافقوا على الشرط ديالو وتفاهموا على الصداق. عطاها فيه 20 مليون، قال لها انها تقدى داكشي اللي بغات ودير الحفله اللي غادي تكون النهار اللي غادي يتزوجوا فيه وغادي يتكاتبوا فيه. عرضوا على الجيران في ديك الليله والعائله، وكل شيء داز مزيان، وجدوا كل شيء، وحتى هو جاب خالته في ديك النهار. وملي جاء انهم يتكاتبوا نهار ليله العرس بدا كيقلب في جيبو وقال لهم نسيت البسطام وورقيه فيه ولاكارت. وقال للعدول نقراو هاد الليله الفاتحه وغدا ان شاء الله غادي نجي عندك المكتب نديرو اللاك. بات العروسه ما بغاش، ولكن البنت وافقات وقنعت باها. قالت لي الناس معروضين بغيتي يضحكوا فيا الجيران ويحسب لهم ان العريس خلاني. بقات كتبكي على بابا، وهنا قنعتهم له ولا الام ديالها. قراو الفاتحه وداز كل شيء هو هذاك. مشات مع راجها هذيك الليله ومشاو معاهم حتى دارها، غير وصلوها ورجعوا. الصباح كيعيطوا عليها ما كتجاوبش. هنا بابا تشوش بزاف. ملي ما كانش كتجاوب بابا تشوش بزاف، حيت كانوا متفقين ان داك النهار الثاني ديال العرس يمشيو يديروا اللاك. بقى كيصونوا ليها حتى هي والو، نفس الحاجه، زاد تشوش. بقى قدامه غير انه يعيط على الرقم ديال راجلها. فعلا دوز الرقم، التليفون ديالو ما خدامش. هنا قرر انه يمشي عندهم للدار، حيت هما ديك الليله مشاو غير للباطمه اللي كانت في المدينه فاش كانت ساكنه عائلتها، وقالوا بان من بعد غادي يمشيو
المدينه ديال مراكش واستقروا تما مع العائله ديالها في الفيلا ديالو، اللي قال لهم بانه شراها وهي كانت شفتها غير على ما يرجع هو من برا ويقاد ليها الوريقات ويديها معاه. بابا مشى للبارطمون بدا كيدق ويدق والو، ايوا رجع للدار. الام ديالها تشوشات عليها، حتى حاجه ما كاينه جديده. النهار بدا كيمشي وحتى خبار ما كاينه عليها، زاد تشوش. قال ليها باش يصبرها الصباح ان شاء الله غادي نمشي نعاود ندق عليهم، يكونوا يمكن يسافروا اليوم وغيرجعوا غدا في الصباح. واخا عارف انهم اتفقوا انهم ما خصهمش يسافروا حتى يديروا لها، ولكن دار في بالو هذا الخيار، ما باش يفكر في شي حاجه سيئه. ولكن في بالو عاوتاني ان بنته ما يمكنش تمشي بلا ما تقولها ليه وبلا ما دير العقد. تقبط عليهم قلبهم، بقاو كيبكيو ديك الليله طوله ما عندهم ما يديروا. الصباح مشى هو ومراته كيدقوا عليهم كيصونيو عليها والو، تليفونها نفس الحاجه طافي من البارح. انا قرر انه يمشي عند البوليس، هذا هو الحل اللي بقى ليهم. مشاو عند البوليس وحكاو ليهم شنو اللي كاين من الاول حتى الاخر. قالوا لهم حتى دوز 48 ساعه، ولكن طلبهم با وكيرغب فيهم. هنا وافقوا ومشاو معاه فرعوا الباب. وهنا كانت الصدمه، اللي فرعوا الباب لقاو الدنيا كلها دمايات، لقاو دمايات في اي بلاصه كانت في الدار، في بيت الناس. قالوا ليها لقاو البنت جوج هامده كلها مفتوحه، قرشها مفتوحه وصدرها عينيها ما كاينينش في بلاصتهم. عيطوا لبا، دخل شافها تصدم، طاح ما قلش على راسو، ما بغات تحماق بالبكا. صدمات ما فهموا والو. البنت راحت عروسه صبحات مقطعه، خداو الجثه ديالها للتشريح، لقاو قلبها ما كاينش، كلاو حتى هما، بدا عينيها كاع الاعضاء ديالها ما كاينينش. لقاو ثلاجه متنقله فيها دم واحد القلب مجمد ما بقاش صالح للزرع. عرفوا باللي هذا كيتاجر في الاعضاء، ولقاو بان الهويه ديالو اللي قال لهم مزوره، كل شيء مزور على حسب الجيران اللي مقابلين مع العماره. قالوا شفناه خرج البارح مع 2 ديال الليل وركب في الطوموبيلته ومشى، ولقاو ورقه مكتوب فيها بنتكم خلصتها لكم، كيقصد ديك 20 مليون اللي عطاهم. هو اكبر تاجر ديال الاعضاء، الهويه ديالو ما معروفاش. كل 6 شهور بهويه جديده، والمره اللي كرا على اساس انها خالته صدقات ما كتعرفوش من الاساس، وهي لعبت الدور ديال خالته وشدات الفلوس، ولكن تحكم عليها بالحبس. هو الخدمه ديالو هي هذيك، كيستدرج البنات اللي ما فحالهمش وكيطمعهم بالزواج. العائلات كيشوفوا الفلوس والطوموبيلات والديون وكيزوجوا ليه بناتهم بنفس الطريقه بالفاتحه، وكينصب على عباد الله. كيروح العروس كيدير ليها البنج وكياخذ منها كل شيء، جميع الاعضاء، ويخليها غارقه في الدمايات. كيشد اول طياره ويسافر خارج البلاد. هذه الضحيه ديالو الخمسه وللاسف ما تشد. الناس ضاعوا في بناتهم، كل شيء السبب الطمع. بنادم خاصو يكون قانع وقافز، ما يزوجش بنته بالفتحه. بنادم اللي ما كتعرفوش مزيان راه ما بقاتش الثقه. بنادم ما كيخافش من الله، اللي كيهمو غير الفلوس، تسلب البنات حياتها ومستقبلها. بغات تشلل خوتها الصغار ما صبروش عليها. والعجب في الامر ملي داروا ليها التشريح لقاوها باقيه هضره، يعني ما قاسهاش نهائيا. هذا ما كانش مرادو في الزواج، كان كيهمو غير الاعضاء ديالها. خدا ليها كل شيء حتى عينيها. هاد القصه كانت عاودتها لي واحد السيده من العائله، ضحيه ديال البنت. باش تيقوا في اي واحد كيف ما بغا يكون. بنات ما تيقوش عافاكم.